ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انترو النهارده يا جماعة زي ما شفتوا في الصورة مصغرة وزي ما شفتوا في العنوان، فركش ابتدائي. اخيرا خلصت ابتدائي. مرحلة صعبة، 6 سنين في ابتدائي. مرحلة، وانا اسف على انعكاشة شعري دي، بس مرحلة طويلة ما بتخلص. فهو رايحين نمتحن اخر امتحان دراسات. اخيرا هاخد الموبايل معايا. ببدأ الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديوهات ايه تاني. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك وفيسبوك. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن مكسوف او تايم مثبت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما جودي قالك انتوا هتزهقوا مننا. هنصور لكم اليوم اللي واقفة والعيد يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد العيد عندنا اسبوع. العيد في مصر اسبوع عند المسيحيين والمسلمين. العيد الكبير يا جماعة. طبعا يا جماعة عايزة اقول لكم الفيديو روتين يوم الجمعة. المفروض كان ينزل لكم يوم الجمعة، انا منتجته يوم الجمعة وبنزله يوم الجمعة، بس عشان شلت الموبايل وقفلته والامتحانات بقى اشتغلت، فجاي افتح الموبايل النهاردة الصبح لقيته يعتذر التحميل وعايز المعالجة، او عايز اللي انا احذفه وانزله تاني. انا حذفته، فجيت ابص كده ببرنامج المونتاج ما تلاقيتهوش. جيت ابص كده في الاستوديو ما لقيتهوش. بقى للاسف بقى الفيديو ده مش هينزل. بس انا بقالي 7 ايام منقطع عن الفيديوهات، او 8-9 ايام. وعايز اشكركم على كل الناس اللي بتتابعني، وكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة، اللي بيتابعني من العراق واللي بيتابعني من الجزائر. شكرا شكرا شكرا. طبعا انا هروح بلبس المدرسة لان ممنوع اللبس المخالف. امبارح في ناس راحوا بلبس مخالف وقفهم على المسرح، فانا مش عايزة اوقف على المسرح. يلا بينا بقى. هحط ازازتي في الشنطة وتعالى اقول لكم بشيل موبايلي ازاي. دي شنطة الدرس، انا باخدها في الامتحانات. عندي دي السنادة وبحط المية وحاجاتي الحلوة، وفي مقلمة بتاعت الشنطة فيها قلم جاف وقلم رصاص واستيكة وبراية ورقم جلوس ومناديل. الشنطة المتخفية دي كنت باخدها احط فيها اقلامي والواني، فضيتها خالص خالص مفيهاش حاجة. هعمل ايه؟ افتح السوستة دي كده واحط الموبايل هنا واقفل السوستة دي كده واحطها جوه واقفل السوستة دي كده. محدش هيعرف ان انا معايا الموبايل، بس بقفل الموبايل وانا بحطه. بس يعني طريقة سهلة جدا. وطبعا وانا نازل على السلم هفتحه ومعرفش ايه، فهي طريقة سهلة. انا طبعا اسف على التصوير النهاردة لو وحش، عشان انا اصلا مش مركز، بس في الشارع هيبقى التصوير حلو جدا لان انا هعمل لكم حبة صور كده هتنزل على الانستجرام. ودي الشنطة. يلا بينا الى الدراسة. يا جماعة شكلي في المراية ما شاء الله، والله شكلي حلو في المراية، بس في الكاميرا مش قوي والله صراحة. هحط لكم مقطع صغير كده انا كنت عامله العمر ملامحه بتتغير من سنة اولى بقى لسنة 3 و6. يلا بينا صورين ملامحه بتتغير، فطبيعي يغير ملامحنا. في ناس تصغر كل ما تكبر، وفي ناس بتقويها المهنة. عشرة وشهور وسنين لينا دنيا وعمر من أول. طبعا يا جماعة مش هينفع اصور فيديو ما تبصوش الأوضة عندي. ايه ده؟ طبعا انا مش هوريكم الأوضة لانها متبهدلة قوي قوي قوي. هنركز على الاوتفيت، ما ركزت على الازازة والحاجات المرمية دي انا اصلا مش جايباها. احنا نركز مع الاوتفيت. وده تيشيرت مدرسة مكتوب عليه الخطيب. ده طبعا لسه هلبس شراب
ويا رجلي. وده شكله من ورا كحلي. يا جماعة ده كأننا رايحين مستشفى المجانين. احتمال ممكن نروح عند تيتا. ممكن نروح عند تيتا اعمل لكم روتين يوم التلات بقى، يعني ده ينزل واعمل لكم روتين يوم التلات عشان انتوا ايه ما شفتوش روتين يوم الجمعة وكده. طبعا هنقف نتصور ونحط لكم الصور هنا مع صحاب ياسين والمدرسين بتوعهم. انا طبعا لسه ما شرحتش شعري، انا اصلا صحيت غسلت وشي لبست قلت هصور. جودي امسك الموبايل عادي. انا لو قلت له يا جماعه ان جودي خلصت امتحانات امبارح. نحن في حيرة أنا وصاحبي يوسف وريهم الصورة اللي هتصور. يا جماعة احنا قدام المدرسة ومش عارفة أعلي صوتي والمايك مش معايا حاليا. أنا بتكلم أنا بصور حاليا وسربت الموبايل في اللجنة. تعالوا دلوقتي نودع مدرسة الخطيب الفيديو من سناب شات. وده صاحبي يوسف أيمن. وريهم اللعبة اللي انت بتلعبها. اللعبة دي يا جماعة هعرف اسمها وهقول لكم. مع شكل اللعبة وريهم الألعاب اللي عندك. منين والنبي على دماغي. وريهم الألعاب اي حاجه رني عليها فيفا بابجي موبايل. واللعبة دي استنى نصور اسمها. دي اسمها. ودي لعبة غريبة تانية دي فيفا. ماشي يا جماعة بتقطع الورق اهو. يا جماعة دي مدرستي مدرسة الخطيب الخاصة عزبة النخل. احنا واقفين عند المدرسة كل ده وبنتصور صور هتشوفوها على الانستجرام اذا كان بتاعت يوسف صاحبي واذا كان عند جودي واذا كان عند موبايل. يا عم نزلها يلا يا جماعه. انا ياسين تيوب لو ما تعرف لو ما تعرفنيش عندي وريني كنت بتقول ايه؟ لو انا حطيتها هتعمل فيا ايه؟ لو حطيتها هتعمل فيا ايه؟ هيهكر لي الصفحه كلها يا جماعه. وهو بيصور فيديو دلوقتي عشان عايز صورني والنبي فيديو. ايوه يا جماعه ده خلاف الكواليس. طبعا انتوا شايفين انا دلوقتي بصور وبتصور ودي واحد يا ماما يا ماما يلا. القرد سعيد البطل سعيد. استنى نشوف كده. انزل يا عطاء اهبل انت وهو. استنى نصور المدرسة يا نادر. ايوه بس بيعملوا ايه؟ دول الفنان يا ماما. لا صور. انزل هو ايه ده اهو. يلا تعالوا بقى. يا جماعه ده شكل المدرسه من جوه. طبعا عندنا هنا اشجار وعندنا هنا سعيد. A few moments later. هحط لكم بعض المقاطع وانا في الامتحان. الامتحان كان سهل ميه. نموذج بي اسهل نموذج. ودي جودي بشياكتها. طبعا هتقولوا لنا احنا مبسوطين ليه؟ هنروح نبات عندي. طبعا انا الفيديو ده اصلا هروح نبات عندي. ماشي استنى. الفيديو ده ولا متظبط له ولا معمول زي ما قلت لكم. الفيديو ملخبط. الفيديوهات التصوير الجودة التصوير ما تلومنيش عليهم لان انا وجودي مش عارفين نصور. الفيديو ده ما اعرفش هيتمنتج امتى بس اخيرا عندي وقت فاضي امنتج. الفيديو ده هينزل لكم. وفي فيديو تيك توك احنا عملناه هناك قدام المدرسة هيتحط لكم. وفي فيديوهات بسناب شات هيتحط لهم. طبعا انتوا لو عايزين تتابعوني على سناب شات فاللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق مسمى.
تمام. فاحنا حاليا بقى رايحين على البيت دلوقتي واغير لبسي ونفطر. لا انا فاطر. فالمهم ايه، انا هروح اغير اللبس بتاع المدرسه ده، وجودي هتفضل لابسه، هتفطر بس، وجبنا فطار لبوبو وبس. يا بنتي تعالي هنا. هتلاقونا كل يوم زي زمان، هنعمل لكم فيديو كل يوم. هنرجع بقى لحاجات زمان، فيديو كل. عايزه اقول لكم على قناه جديده اسمها مهمد. هحط لكم اسمها او اللينك بتاعها. ما اعرفش الفيديو ده هينزل امتى. لو الفيديو ده نزل متاخر معاها قناه فاحط لكم اللينك. ما نزلش مع القناه يبقى الفيديو بتاع بكره احط لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. اوكي يا جماعه. محمد قناه محمد ده صاحبي، صح؟ هي اختي وانت بتشربي. انا علقت اضاءه الموبايل على الاخر وبرده مش شايفه. طبعا احنا هنطلع نغير واصور لكم فوق، واخد حاجتي ونروح الى تيتا. طبعا هصور لكم لا قبل ما اروح عند تيتا هنفطر. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك، شير، سبسكرايب، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزين فيديوهات اي تانية تابعوني على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك فيسبوك. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن مكتوب او تعليق مثبت. ويلا بينا نبدا الفيديو. انا بدأته من بدري، معرفش انا قلتها دلوقتي ولا قايلها من قبل ما ابدا. ايوه قايلها من قبل ما. هي اختي غرقيني. هو لبس المدرسه خلاص، السنه الجايه هلبس نبيتي او هيتغير، او اللون ممكن يتغير، هيبقى اصفر. ما نعرفش، بس هما بيقولوا ان اللبس هيتغير. هيبقى اصفر. الاضاءه يا جماعه ايه ماشي يا جماعه. احنا رجعنا. اول لما رجعنا من المدرسه او من الامتحان رحت طالع نغير ونزلنا السوق. ما رحناش عند تيتا للاسف، بس جبنا شويه حاجات وجبنا المايك. معرفش صوته حلو ولا لا، واسف عشان لو جودة الصوت يعني، بس المروحة جنبي وجودي اهي قاعدة. جبنا يا جماعة كيكة لارج كلناها تحت، ما كنتش قادر استنى ادوقها. وطبعا جبنا نسكويك. اهو هنريح شوية، هننام شوية ونقوم نعمل لكم بقى باقي الروتين. هو في الصورة مصغرة فركش ابتدائي، بس خلصت امتحانات والروتين يوم كامل بقى، يعني الروتين اخر يوم امتحانات او روتين يوم فركش. فيلا بينا نشوف. وده يا جماعة ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا تحت في الكومنت عايزين فيديوهات التاني. تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك وفيسبوك وسناب شات. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن مكتوب او تعب. وعايزه اقول لكم ان احنا ما رحناش عند تيتا بسبب ان انا مش قادر، وجيوبي الانفيه خلاص ميته. فانتظروني بقى في فيديوهات كتيره لان انا خدت الاجازه، فكل يوم زي زمان هرجع اعمل لكم فيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.